زين. الآن تفضل صقر ناخذ صقر. تفضل صقر. يبارك فيكم ويعزكم حاج وعد ويوفقكم بحق اللهم يحفظك مولانا. قبل ما تشيع كنت فاهم كل حاجة غلط، كنا بعيد عن القرآن في كل شيء. نعم. يعني القرآن يؤمر بالإشهاد في الطلاق، إحنا لا نشهد. مسح الرجل في الوضوء، إحنا نغسلها. أتموا الصيام إلى الليل، إحنا نفطر المغرب. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إحنا نمسك قبلها. الاصطفاء في الآل والذرية يقولوا لنا في الأصحاب. كل حاجة كنا فاهمينها غلط. لما قريت القرآن اكتشفت إن كل حاجة قالها لنا غلط. من ضمن الأمور اللي قالوها لنا غلط موضوع الشرك في القرآن، مختلف تماما عن الشرك اللي قالوه لنا. كانوا بيقولوا لنا إن الشرك هو التبرك ونداء غير الله، لكن في القرآن الشرك مختلف تماما. الشرك في القرآن اتباع غير من أمر الله باتباعهم والدخول من بابهم وركوب سفينتهم. الشرك يشترك فيه اتنين، والاتنين في العذاب مشتركون. يعني اللي بيتبرك او بيقول يا علي او يا حسين مش شرك الا لو قالوا لنا ان الامام علي والامام الحسين في النار، دي قصه ثانيه. اذا الشرك في القران يشترك فيه اتنين، اسمه شرك شركاءكم شركاؤنا شركاءهم. اتنين في العذاب مشتركون. ناس رفعوا اصواتهم فوق صوت النبي فحبطت اعمالهم وهم لا يشعرون، في البخاري نزلت في الشيخان. وناس اتبعوهم سيدوهم صنموهم جادلوا عنهم تسموا باسمائهم فضلوا وهم لا يشعرون. الاثنين في العذاب مشتركون. لذلك القرآن بيقول استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. اثنين هيقولوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا. اثنين يوم القيامة يكفرون بشرككم. اثنين وكانوا بشركائهم كافرين. اثنين هيقولوا ربنا أرنا الذين أضلانا. اثنين إذا رأى الذين أشركوا شركائهم قالوا هؤلاء شركاؤنا. إذن هو يتكون من اثنين في العذاب مشتركون، يعني طرف واحد ما ينفعش. طيب مين هم المشركين في القرآن؟ القرآن بيقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا بيختار مين في القرآن؟ زي ما بيختار الرسل والأنبياء بيختار الأئمة والأولياء. جعلناهم أئمة جعلك للناس إمام وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يختار صفوة خلقه يجعلهم باب سبيل مدخل وليجأ إليه. من أتاه من غير بابهم سلك غير سبيلهم أشرك وحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن الخاسرين في القرآن نوعين، نوع لم يؤمن لم يعبد لم يعمل، ونوع آمن وعمل وعبد ولكن دخل البيوت من غير أبواب ولا غير أولياء الله. اهتم بغير الأئمة الذين يهدون بأمر الله، سأل غير أهل الذكر الذين أهلهم الله، رجع لغير المطهرون الذين طهرهم الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طب الشرك في القرآن له علامات. الشرك موروث. لذلك القرآن بيقول إنما أشرك آباءنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إسلام أموي موروث. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ضالين يعني مشركين. من يشرك بالله فقد ضل. الشرك في الأكثرية مش في الشيعة. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك النبي الأعظم بيقول الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. إذا نستبعد الشرك الأهبل اللي صدروه لنا وحفظوه للعيال، التبرك ونداء غير الله. الشرك اتباع غير من أمر الله باتباعهم والدخول من بابهم وركوب سفينتهم. والمشركين لا يعلموا إنهم مشركين. المشركين متحكمين في المساجد. القرآن بيقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. لا يمكن يعمروها ويصلوا ويصوموا ويزكوا إلا لو كانوا يجهلوا معنى الشرك. فهم فاهمين الشرك غلط.
لذلك متخيلين ان هم موحدين، فبيتهموا الاقليه بالشرك، زي ما القرآن بيقول ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. ليه؟ لأنهم أكثرية سيتهموكم بما فيه رمتني بدقاء سلة، ولأن معهم السلطة والإعلام والأكثرية يصدقهم البسطاء، هيفضلوا عايشين في الوهم وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار، فاكرين ان هم الفرقه الناجيه الطائفه المنصوره اهل الحق، لان هم اكثريه متحكمين في السلطه والاعلام. يوم القيامه لما يدخلوا النار هيقولوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. طول عمرهم بيقولوا دول الاقليه اللي بيلطموا اللي بيضربوا هم المشركين. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. هيكتشفوا يوم القيامه ان هم المشركين فيقسموا بالله، هيقولوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيقسمهم وهم عندهم حق وهم بيقولوا كده، لان هم فاهمين الشرك غلط، فاهمين ان الشرك تبرك ونداء غير الله، لكن الشرك اتباع غير من امر الله باتباعه. لما يعرفوا الحقيقه هيقولوا اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. لذلك القرآن بيقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فيهم، لأن هم الأكثرية فعايشين في الوهم. لذلك القرآن بيقول يا حاج وعد، أختم بالآية اللي بتقول اللي ما فهمتهاش إلا لما تشيعت: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا يمكن الاب والام يبقوا عاوزين الضلال لاولادهم، ده بيضحوا عشان عيالهم، لكن هم مشركين وما يعرفوش بحكم الموروث الاسلام الاموي افك مفترى دين بديل موازي منحوت. فبيقول له ان جاهداك على ان تشرك به، معناه ان تترك ما علمته ما فهمته ما توصلت اليه وتتبع ما ورثوه وظنوه دينا وتوحيدا فلا تطعهما. الدين لا يورث. لذلك المشركين في القرآن ربنا وصفهم بالنجس، قال المشركون نجس، لم يصف الكلاب والخنازير وأهل الكتاب والملحدين بالنجس، لأنهم رفعوا شعار الإسلام وأساءوا إليه. لذلك الله بريء من المشركين ورسوله ما أنا من المشركين ما كان من المشركين لست منهم، يعني لا يمثلوك وإن رفعوا شعارك وتحدثوا باسمك. المشركين أكثرية رفعوا شعار الإسلام وأساءوا إليه. كل الجماعات المتطرفة خرجت من مذهب واحد، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا الشرك يشترك فيه اثنين، والاثنين في العذاب مشتركون، مش طرف واحد فقط. الله يبارك فيكم حاج وعد، مشكورين. الله يجزاك. الله يحفظك أحمد.